السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة ضحى وإلياس. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم نظرا لطلبات بعض الأخوات عندي في الانستغرام على طريقة ديال الكعبة وداك اللويل اللي كيجيني ذهبي. بطبيعة الحال اليوتيوب راه عامر، ولكن كل واحد والطريقة ديالو. انا ذاقوها عندي وعجباتهم وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. هما كاينين اسرار اللي كيكونوا وسط من الكعبه او وسط من الحلويات اللي كيخصهم يتقالوا. الا ما تبعتيش الاسرار راه واخا تشوفي الفيديو حتى الاخر ما غينفعك بوالو. كما كتشوفوا انا هنا درت واحد الكميه غير صغيره اللي فيها نص كيلو ديال اللوز. شديته بطبيعه الحال وطيبت الماء وخويته عليه وخليته واحد المده ديال ما بين 3 حتى 5 ديال الدقائق. من قبل ما نفزق انا اللوز كنكون غسلته مزيان 2 حتى 3 ديال الغسلات باش كيتحيد منه داك اللون القهوي ديالو، لان الا ما حيدناش داك الوسخ راه كيدبغ وكيجي اللوز ما كيجيش ابيض كما كتشوفوه عندي. من بعد ما كنفسخوه كنشدو فواحد الفوطه وكنشفو مزيان، ولا كنخليه واحد نص ساعه يضرب فيه الريح باش ينشف. هو ما خصوش ينشف لنا اكثر من القياس. شوف بالنسبه للوز كاينين 2 الانواع. كاين واحد اللوز اللي واخا تنشفيه واخا تبيتيه ما كيوقع له حتى شي حاجه، وكاين واحد النوع ديال اللوز ولو ما تنشفيهش بزاف وما تبيتيش وغير تنشفيه بالفوطه مزيان كيطلق الزيت. يعني كاين 2 انواع. من بعد ما كنشف انا مزيان كناخذ السكر الثقيل، ما كنديرش ما كنديرش سكر سنيده، كندير سكر كلاصي. الا عندي 500 غرام ديال اللوز كندير انا غير 200 غرام ديال السكر كلاصي 150 غرام. هادشي اللي كندير انا، ما كنديرش اكثر من 200 غرام. وغالبا كندير 150 غرام ديال السكر كلاصي باش ما كيجينيش حلو، ونظرا كما كتشوفوا شحال من واحد كيتفادى الحلاوه. كندير كنغربلو وكنطحن مزيان حتى كنعلكو كما كتشوفوه. كناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الزبده سبيسيال، زبده الاكل من الاحسن ما ديروش الزبده العاديه. انا كنصحكم بهذه الا بغيتوا الكعبه ديالكم تجيكم خطيره في المذاق واللي كلاها يسولكم عليها. كما كتشوفوا معلقه عامره ديال الزبده سبيسيال، زبده ديال الاكل. انا راه متقله الفيديو باش تشوفوه على خاطركم وتشوفوا الوصفات او تشوفوا المقادير وتشوفوا الطريقه خطوه خطوه. كندير معلقه كبيره ديال النباج ونص معلقه ديال القرفه. كما كتشوفوا غنديروها في واحد القصعه ولا غنديروها في واحد الطبسيل ولا في واحد الاناء باش نبداو نعجنوا العجينه ديالنا. هنا الزهر كنعمر الكاس حدايا كنحطو، ما كنستعملش داكشي كله. نقدر ندخل غير واحد شويه، نقدر ندخل غير 3 المعالق ولا 4 المعالق. نقدر الا كان اللوز ديالي ناشف ندخل حتى الربع كاس ولا نص كاس ديال ما زهر. كما قلنا نص كيلو ديال اللوز، 150 غرام ديال السكر كلاصي. كنطحنهم مزيان حتى كنعلكهم، وكندير فيهم معلقه كبيره ديال الزبده سبيسيال، كنديروا فيهم نص معلقه ديال القرفه، وكنبداو ندخلو ومعلقه كبيره ديال النباج اللي كتكون عامره. صافي هادو المقادير ديال نص كيلو. جربيها في دارك ان شاء الله باذن الله وما عمرها تخلعك الكعبه، لان ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا راه ساهله الخدمه ديالها ما كتعذبش. انا عذبني التفصيل تيلعب معايا ما فرجتش تحت منه. كنبقى هكا كندخل كنزيد واحد شويه ديال الزهر كما غتشوفوا، وكنبدا نعجن. واحد الملاحظه البنات بالنسبه للناس اللي كتمشي طلق ليهم العقده الزيت، انا هنا راه ما نقولش لكم جات واحد العقده خطيره، جات واحد العقده يا سلام. اللي كتطلق ليهم الزيت شوفوا معايا عرفتي عقده معتبره ما كتعذب ما حتى شي حاجه ومعلكه في الفم. شوف ما عندهاش ما خاوياش من الوسط نهائيا. بالنسبه للناس اللي كتطلق ليهم العقده الزيت، داك الكاس ديال الزهر غتدخلوه كامل، غتبقاو تزيدوا شويه بشويه وانتم كتعلكوا شويه بشويه وانتم كدلكوا تتخليوه حتى كيخرج منها داك الزيت كامل. وما تخافوش منها، اين فوا
تخرج منها الزيت ديالها كامل. نتوما كتزيدوا في داك الماء زهر وانتوما كتدلكوا وانتوما كتزيدوا ماء زهر حتى غادي توقف. المهم هاد المره الا وقعت ليا في العقده غندير لكم فيديو صغير ونوريه لكم. هنا الكميه ديال الدقيق درت انا 250 غرام ديال الدقيق، معلقه ونص ديال الزبده سبيسيال، الزبده ديال الاكل كما كنقولوا حنا ضروري زبده الاكل، 250 غرام حتى لجوج المعالق ديال الزبده، ضروري زبده الاكل باش كتجي زوينه في المذاق. قبصه ديال الملح، يعني هنا ما كيكونوش المقادير بزاف، ضروري الدقيق يكون مغربل، وكندير واحد المعلقه ديال السكر كلاصي في وسط العجينه باش كتعطينا واحد اللوين، وكنعجنوه بما زهر فقط. كنخليو العجينه انا راه هنا الصباح بكري كانت عندي الكوموند خصها تخرج، وكنبقى ليا واحد شويه خصني نكمل الصباح بكري. هنا راه واقيلا مع شي 6 ديال الصباح ولا 7 واقيلا ديال الصباح، حتى من الاضاءه ما كانتش مساعدني وكان الجو مغمم و تعذبت واحد شويه باش نوريكم، ولكن ماشي مشكل. نتمنى انها تكون وصلتكم الفكره. هنا انا كنخرج بالوراقه، كنخرج رقم 7 عندي، يعني كل واحد وكيفاش عنده الارقام. كنخرج برقم 7، واللي عنده بالمقلوب راه غيخرج برقم 2، واللي عنده الرقيق غيخرج برقم 2. هنا كما كتشوفوا ملي كنوضع العقده كيفاش قلبت، ردوا البال كيفاش قلبت العجينه فوق من العقده، تحت من العقده درتها. صافي هنايا عفسه ضحى كتحاول معايا مسكينه باش تشد ليا باش تبان كيفاش غادي نصايب ديك الكعبه وداك ما عرفناش علاش الاضاءه دارت لينا بحال هكا عذبتنا، ومع ذلك كنت غنحط الفيديو ونلي ليها. نتمنى انها توصل لكم غير الفكره وينال اعجابكم، وان شاء الله باذن الله. مشى لي واحد المقطع ديال الطهي ديالها باش انا نقول لكم دابا هنا بيتها ليله كامله، ومن بعد ما غندخلها للفران، قبل ما غندخلها للفران غنتسكها كامله وغندهنها بالزبده، الزبده سبيسيال ديال الاكل مخلطه، معلقه ديال الزبده مع معلقه ديال الزيت، غندهنها وغندخلها للفران. وقبل ما طيب لي غير تشمعات لي الورقه غنخرجها وغندهنها بالبيض ديال، غناخذ البيض البيضه وغندير فيها معلقه ديال ها هي كما كتشوفوا بيض بيضه مع معلقه ديال السكر الثقيل، وغادي ندهنها كامله وغندخلها للفران هكا باش كتعطينا واحد اللون ذهبي، وكتجي واحد العجينه خطيره في المذاق ديالها. هنا راك شفتوا كما كتشوفوا تشمعات لي، ها كيفاش كيجي اللون ديالها. صار انا ما خليتهاش تزيد تشمع، انا بركه عليها، خدات لي عرفت واحد اللون ذهبي